خليني أوريك ميزة تعتبر من أجمل الميزات الموجودة في جوجل جيميناي، وبرضو أوريك 5 أخطاء تمنعك من الاستفادة الكاملة من جوجل جيميناي. تمام، لو أنت طالب مثلا أو أنت شخص عادي وجيت داير تتعلم مهارة جديدة، مثلا نفترض إنك أنت قررت إنك تتعلم برمجة، لو مشيت كتبتها لجوجل جيميناي وقلت له مثلا عايز أتعلم برمجة، حاليا أنت لو جيت عملت انتر هتلقى جوجل جيميناي جايب لك كمية معلومات عن زول داير يتعلم برمجة. فهنا انت هتحس نفسك انك انت داعي وسط المعلومات الكمية دي وصعب عليك انك تتعلم برمجة. فانت هنا هتحس نفسك انك انت داعي وسط المعلومات الكمية اللي جاب عليك جوجل جيميناي، وما هيكون عندك هدف واضح للتعلم سواء كان برمجة او اي مجال تاني. ولكن كده خلينا نغير طريقة السؤال باستخدام ميزة تعتبر من اجمل الميزات ومن اهم الميزات الموجودة في جوجل جيميناي. لو جيت انت ودست على علامة الزائد التحت هنا ونزلت تحت اخر حاجة كده هتلقى في حاجة اسمها التعلم الموجه. لو دوست عليه وتاني جيت سألت جوجل جيميناي نفس سؤالنا القديم، جيت مثلا قلت له عايز اتعلم برمجة وعملنا انتر، كده هنشوف النتيجة تكون عاملة كيف. على طول هنا جيميناي قام جاب لنا فقرة صغيرة جدا، قال لنا اول حاجة لازم نحدد مسار من المسارات الاربعة دي. انت داير تتعلم يا مسار من مسارات البرمجة، عندك مسار الويب وعندك تطبيقات الموبايل وعندك الذكاء الاصطناعي وعندك الاساسيات العامة. مثلا احنا نجي نقول له والله يعني احنا دايرين نتعلم الموبايل ابلكيشنز، نيجي هنا نقول له مثلا دايرين نتعلم الموبايل ابلكيشنز، وبعد كده نيجي نعمل انتر ونشوف الحاصل شنو. وبعد كده زي ما انت شايف بدأ معانا الخطة من الصفر، وطوالي على طول كده دخل معانا بمعلومات عن تطوير الموبايل ابلكيشنز. قال لنا انت داير تعمل او داير تمشي في مسار من المسارات دي. النيتف اللي هو انك تعمل تطبيق يشتغل مثلا بالاندرويد او في الايفون، او انك تمشي في المسار الثاني واللي هو الكروس بلاتفورم، انك تعمل تطبيق يشتغل معك في اندرويد والايفون. جينا مثلا اخترنا هنا الكروس بلاتفورم وعملنا انتر. ما قدرنا نشرح الحياة دي في البرمجة بالذات، لكن الفكرة كلها انك انت لو داير تتعلم اي مجال هتجي تستخدم الميزة بتاعت جايدد ليرنينج او التعلم الموجه، وجوجل جيميناي هيبدأ معك من الصفر وهيساعدك كأنه استاذك الشخصي. طبعا يا جماعة احنا شرحنا جوجل جيميناي من الصفر، انت لو ما بتعرف حاجات عن جوجل جيميناي او بتعرف شوية معلومات عن جوجل جيميناي ممكن ترجع تشوف الفيديوهات دي من البداية لحد ما توصل للاحتراف والحاجات الاحترافية في جوجل جيميناي. فانا هخلي لك الروابط بتاعت الفيديوهات دي في التعليقات. يا جماعة في حاجة احنا كنا دايرين نتكلم عنها في الفيديو الثاني من شرحنا لجوجل جيميناي، ولكن الليلة جينا برضو بالوقت المناسب وهنتكلم عنها. يا جماعة جيميناي ده ما بيعمل لك صور وفيديوهات فقط، يعني في ناس بتفتكر انه جيميناي ده انا ممكن يحلل لي البيانات، ممكن يعمل لي صور، ممكن يعمل لي فيديوهات. لا، جيميناي كمان يا جماعه بيقدر يعمل موسيقى، بيقدر يعمل اغاني. يا جماعه خلينا نجرب الميزه دي حاليا وهتشوف جيميناي كيف يقدر يعمل لك اغنيه لك انت ذاتك لو داير تعمل اغنيه لنفسك. يا جماعه انا طبعا لاني ما بعرف بكتب اغاني ولا حتى عندي اي حاجه كتبتها عني، مشيت لتشات جي بي تي قلت له انا منو، بس قلت له كده يا جماعه انا منو. شات جي بي تي قال لي يا اخي انت صابر عبد الجبار ثاني محتوى مهتم بالتقنيه والذكاء الاصطناعي وتقدم شروحات. تمام، على طول توالي شات جي بي تي كتب لي اغنيه عني انا، فانا اقوم اشيل الحاجه دي نعمل توالي شنو نسخ. رجعت على طول لجوجل جيميناي وجيت هنا عملت لصق للنص اللي انا جبته من شات جي بي تي، وبعد كده جيت على علامه الزائد هنا ونزلت تحت لحد ما لقيت انشاء موسيقى. شغلت الميزه بتاعت انشاء الموسيقى، وبعد كده يا جماعه خلينا نجي نعمل انتر. زي ما انت شايف يا جماعه جيميناي كام عمل لنا اغنيه وعمل لنا غلاف للاغنيه. يا نسيم الليل مر بيك واحمل سلامك للبعيد، قل له في درب الحياة ماشي بخطوة وأمل جديد. صابر عبد الجبار يا أزول، قلبك مليان بالحنين. الفكره كلها انك انت تقدر تعمل اغاني عن طريق جوجل جيميناي. فبعد كده خلينا يا جماعه نيجي لحاجه مهمه جدا. في 5 اخطاء يا جماعه لو بتعملها انت ما حتقدر تستفيد من جوجل جيميناي او من قوه جيميناي الحقيقيه. الحاجه الاولى يا جماعه انك انت بتختار الموديل الغلط. زي ما هنا عملنا قبل شويه، هنا اخترنا موديل فلاش، وكان يفترض لانه احنا دايرين نعمل موسيقى كان يفترض بانه هنا نختار الموديل بتاع البرو. فانت ما تغلط الغلطه دي. لو بتعمل حاجه فيها ابداع وفيها مثلا زمن، يعني عشان ما جيميناي يعمل لك بطريقه احترافيه لازم تستخدم الموديل الصحيح واللي هو الموديل بتاع
البرو. الحاجه الثانيه يا جماعه، غلطه اللي ناس كتار بيغلطوها يا جماعه، لو كنت بتفتح محادثه معينه بتتكلم مع جيميناي عن حاجه معينه وداير ترجع تتكلم مع جيميناي عن حاجه ثانيه خالص ما عندها علاقه بالحاجه دي، فانت هنا يفضل انك تجي تعمل محادثه جديده. لازم تجي تعمل محادثه جديده عشان جيميناي ما يربط لك الكلام اللي انت بتقوله بالكلام اللي انت قلته قبل شويه. الغلطه الثالثه يا جماعه انك انت ترفع لجوجل جيميناي ملف او اي حاجه ومن غير ما تفهمه ترفع له الملف يحلل الملف، بعد كده ترجع انت تقول له الملف ده عباره عن كذا كذا كذا، يعني داير يا راب تفهمه. الكلام ده غلط يا جماعه. انت مجرد ما ترفع له الملف قبل ما تعمل ارسال تعال قول له ده الملف ده عباره عن كذا كذا وانا داير اعمل فيه كذا كذا، كده جيميناي هيفهمك وهيعمل لك الشغل اللي انت دايره بالضبط. والخدعه الثالثه يا جماعه، انت لو عملت الحاجه اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات واللي هو جيمز، لو عملت جيم ما تجي تتكلم عن حاجات عامه داخل جيم. يعني مثلا انت لو عملت جيم بيتكلم عن كتابه المحتوى، يبقى انك ما ممكن تيجي تتكلم تاني عن البرمجه مثلا داخل الجيم ده، لا، ممكن تنشئ جيم خاص بالبرمجه براه وتتكلم فيه عن الحاجات اللي بتتعلق بالبرمجه. ولو انت ما عارف الجيم يعني شنو فلازم تحضر الفيديوهات القديمه عشان تعرف جيم يعني شنو. الغلطه الخامسه يا جماعه، ما تستخدم موديل في مكان ما مكانه. مثلا لو انت داير تنشئ فيديو ما تجي هنا للخانه بتاعت الصور وبعد كده تدي تعليمات لجيميناي تقول له انشئ فيديو، كده ما هيقدر يعمل لك الفيديو. انت لما تكون داير تعمل الفيديو اختار الموديل بتاع الفيديو او اختار النموذج الخاص بانشاء الفيديوهات. بعد كده لو داير تعمل صوره برضه هتجي تختار الخانه بتاعت الصور عشان يعمل لك الصور. لو داير موسيقى كده، لكن ما تجي تقول لجوجل جيميناي اعمل لي صوره وانت في خانه الفيديوهات. ويا جماعه طبعا قاعدين نقسم الفيديوهات دي قطعات صغيره، مثلا مرات نعمل فيديو 7 دقائق 8 دقائق عشان الفيديوهات ما تكون طويله يا جماعه. والفيديوهات دي يا جماعه لو كلها كده كنا دايرين نعملها في فيديو واحد وكان الفيديو هيطلع ساعة أو ساعة وحاجة كده. وأنت عارف طبعا يعني إنك تمنتج فيديو تتلي فيديو ساعة كاملة، الحاجة دي بتعني شنو يعني أنت عارف طبعا. فالأيام الجاية يا جماعة إن شاء الله هنشرح كلود، هنبدأ نشرح كلود ده يا جماعة من الألف للياء. فأتأكد إنك أنت متابعينا وعمل لنا اشتراك في قناتنا على اليوتيوب، والسلام عليكم.